Ah, c'est un stage important. Ça va nous permettre de préparer les Jeux Olympiques. On a deux matchs de préparation importants. وإن شاء الله نديرو كلشي باش نربحو ونديرو un bon camp de concentration. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وني بيان أغيفي. الحمد لله هنا الأجواء كدوز مزيانة، الحمد لله عندنا كلشي باش نبريباريو لي دو ماتش عندنا باش نكونوا مزيانين إن شاء الله. احنا فرحانين تلاقينا عاوتاني الخوت مجموعين وكلشي، وإن شاء الله غادي نتقاتلوا مجموعين باش نربحوا هاد لي دو ماتش ونستعدوا مزيان لي جو أولمبيك، وإن شاء الله غيكون غير الخير. اي واحد كيتمنى انه يكون داخل هذه المجموعه الكبيره ويتنادى ليه المنتخب الوطني. هذا شرف ليا انني نكون عن حسن الظن الناخب الوطني والجمهور المغربي، وانا جد سعيد انني هنايا، ونتمنى ان شاء الله اننا نقدم الاضافه. والحمد لله الاستعدادات تمر في اجواء جيده. هاد المباريات هادو اللي غادي نصادفوا فيهم انغولا وموريتانيا هي مباراة تحضيرية، في نفس الوقت اننا خصنا نوقفوا على الخصوصيات اللي كانت ناقصانا في المباريات السابقة، ونوجدوا ميم طون المباريات ديال التصفيات وكأس افريقيا اللي غتنظم في المغرب. اما بخصوص استقبال اللاعبين ماشي شي واحد اللي غريب. كنت غبت واحد المده، ولكن الحمد لله انا وصل المجموعه، ونتمنى ان شاء الله انا نحافظ على هذا المركز ديالي هنايا، وان شاء الله نقدم الاضافه ان شاء الله. قميص الوطني كما كيعرف الجميع انه كتمثل الدوله على قدها، ان خصك تكون قد المسؤوليه. نتمنى ان شاء الله انني نكون قدها ونفرحوا الشعب المغربي ان شاء الله يا ربي. والرساله ديال الجمهور انا ما يحتاجش انا نوجه ليه رساله. الجمهور المغربي وجمهور عاشق ديال كره القدم، نتمنى ان شاء الله انا نفرحوه في اقرب وقت ان شاء الله. الحمد لله تم المناداة علي في فريق المنتخب الوطني المغربي. انا جد فخور وجد فرحان بالانضمام ديالي هنايا باش نقدم كاع الاضافه المرجوه ونساعد الزملاء ديالي باش نحققوا المبتغى ونفرحوا الجماهير اللي كتسنانا. بطبيعه الحال اجواء كدوز في اجواء مزيانه، العائله كلشي ناشطين الحمد لله، كدوز اجواء مزيانه. كنتمنوا اننا نقدموا الاضافه واننا نكونوا عائله ونعطيو الكل ما عندنا باش نفرحوا الجماهير ديالنا. الجماهير دائما كتحج بكثره، كنتمنوا اننا نحققوا الانتصار في هاد جوج مباريات باش نفرحوهم ونرجعوا للتوهج ديالنا وباش نمشيو في الطريق الصحيح ان شاء الله.